منة شلبي متعقدة من شغلانة مامتها، وابن لوسي بيقول لها هزي كويس يا ماما. كواليس في حياة ولاد الرقصات. تعرفوا ايه اللي خلى الراقصة زيزي مصطفى تقرر تعتزل الرقص؟ تعال اما اقولك الحكاية كاملة. القصة بدأت لما بنتها الفنانة منة شلبي كانت طفلة صغيرة في المدرسة وعندها 6 سنين بس. في يوم منة رجعت البيت وهي معيطة وقالت لمامتها بيقولوا لي يا بنت الرقاص. الكلام ده مس قلب زيزي مصطفى، فقررت في اللحظة دي الاعتزال وقالت لبنتها وحياتك ما هلبس بدلة الرقص تاني. رغم ان وقتها ما كانش عندها اي مصدر رزق بديل، لكنها فضلت مصلحة بنتها. عكسها بقى راقصات شايفين ان شغلانتهم مش غلط واولادهم فخورين بيهم، زي دينا اللي بتحب الرقص جدا ومبسوطة بيه ومش بتفكر تعتزل. ابنها الوحيد علي في البداية كان بيتضايق من شغل والدته، لكن لما كبر بقى فخور بيها، لكنه عامل لها بلوك على السوشيال ميديا علشان ما يشوفش التعليقات السخيفة عندها. علي قال قبل كده طالما هي مبسوطة خلاص، لأنها بتعمل كل ده علشان. أما لوسي بقى فمش خايفة من الموت وهي بترقص، وبتقول إن الرقص بالنسبة لها زي الدكتور لما بيلبس البلطو بتاعه، هي كمان بتلبس بدلة الرقص بتاعتها. ابنها الوحيد فتحي فخور بيها جدا، وأول مرة شافها وهي بترقص في التلفزيون اتصل بيها وقال لها هزي كويس. في النهاية كل واحدة من الفنانات دي اختارت الطريق اللي شايفاه مناسب ليها ولعيلتها. زيزي مصطفى اختارت الاعتزال علشان بنتها، ودينا ولوسي شايفين ان الرقص جزء من حياتهم وشغلهم واولادهم فخورين بيهم.